في مشهد من رواية أبو الهول اللي هي نزلت قريب للكاتب الكبير الأستاذ أحمد مراد، اللي اتحولت من رواية مقروءة لرواية صوتية. يعني بتنزل الرواية كأنها طبعا كتاب نصوص مقروءة، فبتتحول بالتمثيل الصوتي إلى كتاب مسموع أو رواية صوتية، وتبقى ممتعة جدا حتى للناس اللي هي إيه ملاش خلق على القراية، اللي هي مثلا زي حالاتي. المهم، فوأنا بقلب في المشاهد أو النصوص بتاعة الرواية كده على النت، فيه كام مشهد نزل يعني إيه، فأنا قريتهم. ففي مشهد هنجربه مع بعض كأنها بالظبط بتتسجل، أو هتتعمل كمشهد أو رواية صوتية لو جيت تسمعها إن شاء الله. بص يا سيدي. أنت نبيه حقا يا سوليفان، ماهر في أمور الموتى، رغم خبال لا تخطئه العين في عينيك، لكنك أغفلت أشياء. التاجر الحاذق لا يسم عبيده من بعد الموت. زوجتك الإفريقية اختطفها الجلابة وهي في طريقها للمحروسة لتعمل بالبغاء الذي أرهق جسدها من اختلاف الرجال عليها، ووسمت بالمثلث الناري ليميزها النخاس الذي يمتلكها من بين قطعان الموامس. ولما ماتت ألقى بجثتها إلى النار.